السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شيوات فاتحة. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم أكلة خفيفة وسهلة، أكلة صينية اسمها جنرال طاو كيتشن أو دجاج جنرال كيتشن. نمشيو لطريقة العمل بحول الله. بالنسبة للمقادير، كاين واحد شوية ديال الدجاج مقطع طريفات صغار على هذا الشكل أو كما بغيتو. كاين شوية ديال الدقيق باش نفندوه فيه طبعا، والملحه. كاين معلقه صغيره ديال المايزينا، شويه ديال سكينجبير. دائما عندي هاد السكينجبير كان نجيبو خضر باش ما يضيعش، كان نحكو مزيان ونزيد عليه شويه ديال الزيت والملحه. كاين واحد نص حامضه، كاين واحد المعلقه ديال العسل، معلقه تكون متوسطه. كاين شويه ديال الابزار، شويه ديال الثومه، شويه ديال الفلفله حمراء كونكاسي. وكاين هنايا واحد المعلقه كبيره ديال صوص الصوجا، انا درتها شويه يعني تكون قاصحه، يعني شويه ثقيله. وطبعا كاين الملحه. بالنسبه للسلطه اللي غادي ترافقها، غادي نجيب شويه ديال الروز نطيبو على يعني طايب غير بوحدو. كاين شويه ديال الجلبانه، شويه ديال الخيزو، وواحد الحبه ديال لي زونديف غادي نزوق بها. وكاين المايس. طبعا هاد الشيء يبقى اختياري، لكم الاختيار في ذلك. نمشيو لطريقه العمل بحول الله. اول حاجه نبداو بها، نديرو في واحد الكاسرونه الماء حتى يغلى، من بعد نديرو الملحه ونديرو فيها خيزو واحد 5 ديال الدقائق ولا صافي، نصفيوها. من بعد هذاك الماء ما غاديش نرميوه، غادي نردوه. من بعد كذلك نسلقوا فيه جلبانه، يعني هكا نكونوا يعني ضربنا عصفورين بحجره واحده. المهم نديروا عليها الماء يكون بارد باش يبقى لنا اللون هذاك هو. كذلك نمشيو نسلقوا الرز، كذلك نديروا شويه ديال الملحه، شويه ديال الزيت باش ما يلصق لنا حتى شي حاجه، ونردوه يطيب مع بعد ما غلى الماء. نمشيو هنايا كذلك الدجاج ديالنا، غادي ناخذوا الدقيق اللي خدينا. طبعا الدقيق يبقى على حسب الكميه اللي عندكم. نزيدوا شويه ديال الملحه باش ما يجي الناس باسل. ومن بعد نديروا فيه تقاطع ديال الدجاج. طبعا التقاطع ديال الدجاج كاين اللي يبغيهم كبار، كاين اللي يبغيهم شويه صغار، كل واحد على حسب. كما انكم تقدروا ديروا الجنحان ديال الدجاج او الركيبات، كل واحد يختار اللي بغى، راهم يجيو حتى هما زوينين ما شاء الله. من بعد في واحد الاناء غادي نديروا الصلصه العجيبه. غادي ناخذوا صوص الصوجا، من بعد نزيدوا عليها العسل، نزيدوا كذلك الفلفله الحمراء كونكاسي، الثومه، نزيدوا كذلك مايزينا، سكينجبير سواء خضر سواء هكا يعني محكوك او يابس غبره. نزيدوا الحامض باش نوازيو لاصوص ديالنا، حيت الماء الحامض والحلو يعطينا يعني داك التوازن. من بعد غادي نحيدو منها الدقيق الزايد، نحلوه باش هكا ما يلصقناش، والنار راني دايره عليها الزيت يعني تسخن مزيان. ونديروه ماشي غادي نحمرو حتى يتحمر باش ما يبش، غادي يلاه فين يطيب نحيدوه، نخليوه يطيب شويه، نقلبوه، من بعد نحيدوه. من بعد ما طاب الدجاج كما راكم تشوفوا على هذا الشكل هكا، غادي نصفي هذيك الزيت ونحتفظ غير بشويه، والباقي يعني ندير فيها كما راكم تشوفوا شويه ديال الثومه محكوكه، او مهم نزيدوا شويه ديال سكينجبير ونخلطوا مزيان. من بعد ما تشحروا غادي نزيدوا لاصوص ديالنا، نخليوها شويه يعني طيب باش تعقد شويه. هذا هو التكستير نتاعها، ونديروا فيها الدجاج ديالنا. يا سلام، غادي يتدغمر ويتلبس ويجي ولا اروع. هذا هي جنرال تاو كيجي ولا اروع، لذيذ وساهل، ويجيكم في هذه الوقيته ديال الصيف. الوليدات راه كيحمقوا عليه، وكما تعرفوه كيتباع في السناكات وكل شيء شويه غالي، علاش ما نديروهش في الدار. من بعد غادي ناخذوا الشلاضه ديالنا، غادي نخلطوها. درت شويه ديال الزيت، الملحه، الحامض، وشويه ديال المعدنوس، وندير شويه شويه في الجلبانه، شويه في
فريزو نخلطهم مزيان. وبالنسبه للروز ديالنا غادي نديرو فيه شويه ديال المايونيز، طريقه ديال الملحه حيت راه فيه الملحه، غير نوازنوا الملحه نيشان صافي. هذا هما الخدمه ديالهم. وناخذوا هاد لي زونديف ونعمروهم كما راكم تشوفوا. حنا يقولوا لهم هنايا الويتلوف بالعربيه، سمحوا لي كانت عندي ومشات لي. المهم غادي نعمر فيهم كل حاجه، نعمر فيها شويه ونزوق بهم الطبق ديالنا، يعني بواحد الطريقه اللي تخلي انك تحبي في الطبق. هادشي اللي كاين. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الفكره. تقدروا تعمروا حتى في شلاضه ورقه حتى هي، او تخليوهم غير هكاك، يعني تقدموهم معاهم كيجيو غزالين. ونمشيو التقديم. طبعا التقديم راه ساهل، غادي غير نديروا هذا الدجاج في الوسط، ومن بعد نطرفوا مع الطرف هادوك الوريقات اللي عمرنا على شكل باطو صافي. وهكا نديروا شويه ديال الجلجلان، سواء الابيض سواء الاحمر. انا درت هنا الابيض يكون شويه محمر صافي، ونقدموه على هذه الطريقه هذه. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. زدت غير حبات ديال مطيشه سوريز المعدنوس في الوسط، وها هو الطبق ديالنا. يا سلام. نتمنى ان شاء الله نتوما ديروه ويرقكم. طبق صيفي بامتياز، وكيجي لذيذ واحد الطريقه، يعني ما غاديش تقولوا انه يجي حلو، لا بل الحامض هو اللي يعدل يعني يوازن بيناتهم. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا، والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله. ولا عجبكم يعني وصفات بحال هذا الشكل هكا، ما تخليو لي غير كومونتير وانا راهن الاشاره. والى اللقاء.